السلام عليكم. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة سهلة وبسيطة. هنعمل فطاير الطاسة بطريقة سهلة وبسيطة. لو جعانين بقى اخر الليل محتاجين حاجة سريعة مش هتاخد مننا وقت، او لو محتاجين نعمل غدا سريع وسهل وجديد، او محتاجين نتعشى، بصوا جربوها. ان شاء الله تعجبكم. ولو انتوا اول مرة بتشوفوا قناتي، انا نسمة. بصوا بقى الفطاير بتاعتنا. شوفوا من جوه انا حاشيه هنا لحمه مفرومه مورقه وشكلها حلو جدا. يلا بينا بقى نشوف الفطاير الجميله دي اتعملت ازاي. اول حاجه المقادير بتاعتنا سهله وبسيطه جدا. معانا 3 كوبايات من الدقيق، رشه من الملح، ومعانا ميه عاديه خالص من الحنفيه، لا سخنة ولا باردة، مية عادية. هنحط الدقيق ونقلب عليه الملح، وبعدين نزود المية شوية بشوية. هنا انا مش قايله لكم كمية مية، لان كل دقيق بيختلف عن الدقيق، عن نوع الدقيق التاني. فهنا احنا هنزود المية شوية بشوية ونقلبها كده الاول، وبعدين هنعجنها بايدينا لغاية ما تلم معانا عجينة كده تكون طرية ومش بتلزق في الايد. انا هبدأ اعجنها. اهم حاجة العجن، نعجنها مدة ما تقلش عن 5 أو 6 دقايق. نعجنها كويس جدا. كل ما تعجنوها كويس كل ما تاخدوا نتيجة حلوة في الاخر. بصوا هنا بلاقيها لسه محتاجة مية، بزود مية شوية بشوية ونلم، ولو احتاجت مية تاني بنزود، ولو لقيناها سابت مننا قوي بنزود دقيق. يعني بصوا مفيش حاجة هتوقفنا ان شاء الله. ولو انتوا عايزين تجربوا في مثلا كوبايتين دقيق، جربوا مفيش اي مشكلة. جربوا في حاجة قليلة الاول، وبعدين يعني هي مكوناتنا سهلة وبسيطة، مية ودقيق بس. فمش هنعمل حاجة. دي فطاير اقتصادية كده، وكمان طعمها حلو جدا. ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم، مش هتبطلوا تعملوها. انا هنا هعجنها اهو كويس. هبتدي اعجن فيها والم الدقيق. بصوا اهو هنا لسه بتلزق في ايدي، فانا هبتدي اعجن. هتلاقوها بتلزق في الايد كده، ما تزودوش دقيق ولا حاجه، ابتدوا اعجنوا فيها وشوفوا. لو ظبطت معاكم خلاص، مش محتاجه دقيق ومش محتاجه اي حاجه. لو ما ظبطتش بنزود معلقه دقيق، ما تزودوش كتير. بصوا اهو انا هعجنها كويس لغايه ما الاقي العجين ساب من ايدي. بصوا اهو العجين ابتدى يسيب من ايدي. انا هعجنها. اعجنوها كويس، طلعوا كل الطاقه السلبيه اللي فيكم في العجين. بصوا هنا لسه بتلزق خفيف، انا برضو هعجن اهو. بصوا هنا برضو ايه بتلزق خفيف، هعجنها برضو تاني. إيه انا بلمها كده وهبتدي اعجنها برضو تاني اهو. لسه محتاجة كمان تتعجن. اعجنوها يا جماعة، اعجنوها كويس. هنا خلاص خلاص اهي، ما عادش بتلزق في ايدي واتلمت معايا كويس جدا وبقت طريه. بصوا اهي ما بتلزقش في ايدي. هحط بقى في البوله بتاعتي زيت اهو، وبعدين هقلبها كده من ناحيتين في الزيت اللي انا حاطاهم، رشه زيت مش كتير، وهسيبها ترتاح. هي مش هتخمر لان مفيش فيها خميره، فانا هغطيها بقى اهو وهنسيبها ترتاح شويه. ممكن تعملوها وتخرجوا يعني رايحين مشوار، رايحين تقعد ساعتين، ساعه، نص ساعه. يعني بصوا كل ما بتسيبوها اكتر بترتاح، بتبقى احسن. لو مستعجلين عادي يعني يا دوبك نص ساعه كده او ساعه، او اقل كمان من ساعه، وبتبداوا ان انتوا تشكلوها اهو. بصوا انا هنا بقى ابتديت ان انا قطعتها، بقطعها قد البيضه الصغيره كده، ما تكبروهاش قوي. هنا انا بعملها رول كده، بلمها وبعملها رول كده. ليه؟ عشان اما اجي افردها تبقى سهله معايا في الفرد. مش حابين تعملوا الخطوه دي ما تعملوهاش، كوروها كور عاديه خالص وسيبوها، يعني عادي مفيش اي مشكله. انا حبيت اعملها كده بس على اساس ان هي ايه تبقى معايا ما تيجي تتفرد تبقى تتفرد معايا على طول بكل سهوله. بس عادي لو سبتها كور عادي. انا هنا حاطه في الصينيه زيت، في البايركس بتاعتي زيت، وهقلبها على الناحيتين
دهنيه يعني زيت، وهقلبها على الناحيتين كده تتغلف زيت. وبعدين عملت الكميه بتاعتي كلها اهي وغطيتها عشان ما تنشفش مني، وهسيبها ترتاح لمده 10 دقايق نص ساعه براحتكم خالص. لو مستعجلين يبقى 10 دقايق. الحشو بتاعنا بقى اي حشوات في التلاجة عندكم. انا معايا هنا جبنه موتزاريلا، معايا زيتون اسود، معايا لانشون، معايا رومي مدخن مقطعاه كده قطع صغيره، ومعايا انا كمان كان عندي لحمه متعصجه في الفريزر فطلعتها. اللحمه دي انا معصجاها، بجيب شويه زيت، وبعدين بروح نازله باللحمه لما الزيت يسخن، وبعد كده بحط عليها بصل مبشور وكمان فلفل اخضر متقطع، وكمان طماطمايه متقطعه قطع صغيره، وبحط شويه ملح وفلفل وممكن السبع بهارات. هنا بقى هبدأ افرد بالزيت. انا سبتها لما ارتاحت، هبتدي افرد بالزيت. بصوا انا حطيت على المفرش السيليكون بتاعي هنا زيت وكمان ببل ايدي بالزيت، وابتدي افرد العجينه بتاعتي. بصوا هي بتتفرد بكل سهوله، يعني انا سبتها تقريبا نص ساعه او حاجه. كل ما بتسيبوها وقت اطول بتبقى احسن. انا باخد اول كوره كده انا كورتها، بصوا بتتفرد معايا بكل سهوله اهي. وهفردها كمان بالنشابه. انا عايزاها تبقى رقيقه جدا، يعني على قد ما تقدروا افردوا، على قد ما تقدروا خليها رقيقه. بصوا اهو انا هفردها كده كويس. ممكن تعجنوا العجينه وتسيبوها ساعه 2 3. بصوا ما فيش مشكله، ممكن تعملوها بعد نص ساعه. يعني بصوا عادي، بس كل ما بتريحوها بصراحه بتبقى احسن. بصوا اهي فردت معايا على طول. انا برققها والحروف بتاعتها برضو تبقى رقيقه، اتقطعت معاكي عادي مفيش اي مشكله، وهتشوفوها دلوقتي. وانا لما اتقطعت معايا سبتها، وعشان اوريها لكم هوريلكم واحده كده وواحده سليمه عادي مفيش اي مشكله. بصوا رقيقه جدا ازاي. بصوا المفرش بتاعي باين من تحت اهي. بصوا شفتوا الفقاعات اللي طالعه دي اهي، ده بتبقى دليل ان العجينه ناجحه معانا اهي. هو ده زي الفطير الشرقي كده، نفس طريقه الفطير الشرقي. بصوا هبتدي بقى احط الحشوه بتاعتنا. هحط كده معلقتين من اللحمه المتعصجه. اي حشو حطوه، ممكن جبن بس ممكن جبنه فيتا مع شويه زيتون ممكن اي سجق عندكم سوسيس شاورما، اي حاجه اي حاجه حطوها، يعني مش هتقول لا. لانشون مع بصل اخضر متقطع كده مع شويه جبن مع فلفل اخضر بتبقى حلوه جدا. هنبتدي نلف الجنبين كده، نطبق الجنبين كده ونبتدي نلفها رول. بصوا اهو انا هقفل دي بس كده كويس اهو. نقفل اول طبقه وبعدين بنلفها رول. بصوا بشدها لورا كده عشان برضو العجينه تبقى رقيقه معانا. كل ما العجينه بتبقى رقيقه معانا بتدينا نتيجه احسن. بصوا اهو وهبتدي ان انا الفها رول اهي، وبقفل برضو الجوانب من ناحيتين. بصوا انا بشدها لورا عشان العجينه حلوه جدا وسهله جدا. بتاكد ان هي اتقفلت من الطروف وبقفلها كده كويس. بس خلاص كده اهي بقفلها بقى من كل ناحيه. هسيبها بقى لغايه ما اخلص باقي الكميه. بصوا ما بانش اللي هي متقطعه ولا اي حاجه، واتلفت وزي الفل مفيش اي مشكله. هعمل لكم واحده تانية اهي. بصوا دي بقى كانت ارتاحت، انا كنت كده عملت كذا واحده فارتاحت اهي. ببل ايدي زيت يا جماعه، بحط تحت على المفرش اللي انا حاطاه او الرخامه زيت، وكل شويه ببل ايدي زيت، يعني لازم العجينه يبقى فيها زيت عشان تتفرد معانا. بس لو تلاحظوا ايدي كلها زيت. ببل ايدي زيت وافرد العجينه بالزيت اهو. خلوها رقيقه جدا على قد ما تقدروا. بصوا المفرش بتاعي باين اهو من العجينه اهو. انا هبتدي برضو احط لحمه. بس لو حاطين اي حشوه لازم تكون مستويه.
يعني لازم تكون الحاجه مستويه الاول وقبل ما تحطوها. حطيت هنا لحمه مفرومه، جبنه موتزاريلا. جبنه الموتزاريلا برضو تطلعوها من الفريزر لو هي متجمده. حطيت هنا لانشون، لانشون رومي مدخن. هحط زيتون، اي حشوات انتوا عندكم حطوها، يعني كان عندي بواقي الحاجات دي فحطيتها. هنقفل كده الجنبين اهو على الحشوه، وهبتدي برضو اللي انا اعملها رول كده. هنقفل اول حاجه وبعدين هبتدي الفها رول اهي. بصوا بتتلف بكل سهوله، سهله جدا، والعجينه سهله جدا اهي. بصوا انا بشدها لورا كده برضو عشان ايه العجينه تتفرد اكتر. بصوا كده خلاص، انا بقى هخلص الكميه بتاعتي خلصتها. هنا واحده قفلتها زي المربع كده، قفلتها اهي. وهبتدي بقى طاسه على النار، حطيت فيها معلقه كبيره من الزيت او معلقتين كبار من الزيت، وابتديت ان انا ارص فيها الفطاير بتاعتنا، بس الزيت يكون سخن. حطيت الفطاير بتاعتنا، ما نقلبهاش غير لما تاخد لون من تحت، وتبقى على نار هاديه جدا عشان الطبقات اللي احنا عاملينها دي تستوي. يبقى نار هاديه جدا، وما نقلبهاش غير لما تاخد لون من تحت. وبرده لو او كل ما تاخد لون بنحطها على الناحيه التانية. وبرده احنا ما نطلعهاش اول ما تاخد لون من الناحيتين، لا، سيبها برضو تهدى شويه، وكل شويه نقلبها لغايه ما تستوي خالص، وبنلاقيها اتنفخت كده يعني بسيط، دليل ان العجينه بتاعتنا مستويه من جوه كويس اهي. وبكده الفطاير بتاعتنا تكون خلصت. انا هطلعها بقى وارجع لكم تاني. وبكده نكون عملنا احلى فطاير. بجد طعمها حلو جدا، هتعجب ولادك تغيير. وكمان كل اللي هيدوقها ان شاء الله هتعجبه. وطريقتها سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص. ببواقي الحاجه اللي في التلاجة عندك هتعملي احلى فطاير. وان شاء الله تعجبكم. بتمنى ان انتوا اول مره تشوفوا قناتي. انا اسمي نسمه، وبتمنى تعملوا لي لايك وشير وتعملوا لي اشتراك وتفعلوا لي زر التنبيه عشان يوصل لكم اشعار مني قبل اي حد. شوفوا شكل الفطاير بتاعتنا مرقه جدا، والحشوه بتاعتنا جميله جدا من جوه ومستويه خالص اهي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.